وسهلا، مرحبا بكم في حوصلة جديدة لأخبار النادي الأفريقي. اليوم حلقة الخميس 5 أكتوبر 2023، وبالطبيعة حلقتنا اليوم نجم نبدوها كان بعيد ميلاد الغالية 103 اللي انطلقت الاحتفالات به في كل مكان في تونس وخارج تونس من البارح، وباش يتواصل إن شاء الله لعدة أيام أخرى. وأكيد جدا احنا باش نرجع على كل الأحداث اللي باش تصير احتفالات، سواء على صفحة رسمية كلوبيست.net ولا على الموقع الرسمي تاعنا كلوبيست.net. فكل عام والغالية وشعبها بخير. على مستوى أخبار فرقنا نبدأ من فرع كرة اليد كبريات، وين أعلنت الرابطة على برنامج مباريات الجولة الثانية ذهاب اللي باش يتلعب نهار السبت 7 أكتوبر. وفي البرنامج ماضي ساعتين مباريات الكل. المجموعة الأولى النادي الأفريقي باش يستقبل الأولمبي القفصي، الجمعية النسائية بمنزل تميم تواجه مستقبل المرسى، وجمعية نسائية بتبولبا باش تواجه العهد الرياضي برأس الجبل. على مستوى المجموعة الثانية الجمعية النسائية بالمهدية تستقبل نادي الرياضة النسائية بالمكنين، الجمعية الرياضية بزغوان تواجه الأمل الرياضي برجيش، والجمعية النسائية بتزاركا باش تواجه المنزه الرياضي. على مستوى الترتيب في الوقت الحالي المجموعة الأولى النادي الأفريقي في المرتبة الأولى ب3 نقاط من مباراة وحيدة، رأس الجبل كيف 3 نقاط ولعب مباراة، منزل تميم عنده نقطة ولعب مباراة، مستقبل مرسل نقطة ولعب مباراة مركز الرابع، والجمعية الرياضية بتبولبا والأولمبي القفصي المباراة تاعهم كانت تأجلت في الجولة الأولى، في الجولة الثانية باش يكون عندهم أول حضور في البطولة. بالنسبة للمجموعة الثانية المكنين المرتبة الأولى 3 نقاط، المرتبة الثانية المنزه الرياضي ب3 نقاط، الأمل الرياضي برجيش المرتبة الثالثة ب3 نقاط، الجمعية النسائية بالمهدية المرتبة الرابعة بنقطة، الجمعية النسائية بزغوان المرتبة 5 بنقطة، والمرتبة الأخيرة للجمعية النسائية بتزاركا كيف نقطة واحدة. نبقوا مع كرة اليد سيدات، ونأكد النادي الأفريقي مشاركته في البطولة العربية للأندية البطلة اللي باش تتلعب بمدينة المهدية من 17 إلى 27 نوفمبر 2023. إلى جانب النادي الأفريقي ثم 3 أندية أخرى كانت أكدت مشاركتها رسميا، وهي الأمل الرياضي برجيش من تونس ثم الأفريقي ورجيش، وزوز أندية من الجزائر وهما نادي فتيات بومرداس ونادي الأبيار الجزائري، في انتظار تأكيد بقية الاتحادات أسماء الأندية المشاركة. في كرة السلة تلعبت البارح مباريات الجولة الرابعة ذهاب الكأس الجامعة، وكانت نتائجها كالآتي. النجم الرادسي انهزم أمام النادي الأفريقي في رادس 74 مقابل 75، شبيبة المنازة كانت انتصرت على نجم حلق الواد 64 مقابل 56، والزهراء الرياضية معفاة من الجولة هذه. المجموعة الثانية شبيبة القيروان كانت انتصرت على حساب النجم الساحلي 69 مقابل 66، جرومبالي الرياضية انهزمت أمام اتحاد مونستيري 82 مقابل 84، والملعب النابلي معفى من الجولة هذه. الترتيب في الوقت الحالي النادي الافريقي في المرتبة الاولى في المجموعة الاولى هو في المرتبة الاولى ب8 نقاط من 4 مقابلات. الجولة الجاية هي الخامسة، النادي الافريقي باش يكون معفى. المرتبة الثانية شبيبة المنازة 5 نقاط من 3 مقابلات، نجم حلق الواد المرتبة الثالثة 4 نقاط من 3 مقابلات، النجم الرادسي المرتبة الرابعة 4 نقاط من 3 مقابلات، والزهراء الرياضية المرتبة الأخيرة 3 نقاط من 3 مباريات. المجموعة الثانية شبيبة قيروان المرتبة الأولى 6 نقاط من 3 مقابلات، النجم الساحلي المرتبة الثانية 6 نقاط من 4 مقابلات، الملعب النابلي المرتبة الثالثة 4 نقاط من 3 مقابلات، اتحاد المناسيري المرتبة الرابعة 4 نقاط من 3 مقابلات، الدالي الرياضي في المرتبة الخامسة 4 نقاط من 3 مباريات. نواصل مع كرة السلة، وين تعرفنا البارحة على رزنة مباريات النادي الافريقي في بطولة الموسم الجديد بعد القرعة اللي تعملت في مقر الجامعة. في برنامج النادي الافريقي الجولة الاولى نهار 21 اكتوبر يتحول الحلق الواد يواجه نجم حلق الواد. الجولة الثانية 25 اكتوبر النادي الافريقي يستقبل شبيبة المنازه، بعد يتحول الى المونستير لمواجهة الاتحاد المونستيري نهار 28 اكتوبر لحساب الجولة الثالثة. الجولة الرابعة 1 نوفمبر
النادي الافريقي يستقبل ملعب نابلي. الجوله الخامسه 4 نوفمبر الزهره الرياضيه يواجه النادي الافريقي. الجوله السادسه 8 نوفمبر النادي الافريقي باش يستقبل شبيبه القيروان. بعد في الجوله السابعه نتحولوا باش نواجهوا الدالي الرياضي نهار 11 نوفمبر. الجوله الثامنه 15 نوفمبر دونك نخرجوا للنجم الرادسي. والجوله الاخيره في مرحله الذهاب الجوله التاسعه نهار 18 نوفمبر النادي الافريقي يستقبل فيها النجم الساحلي. وباش تكون الجوله الاولى في مرحله الاياب نهار 6 جانفي 2024. في كرة القدم يواصل النادي الافريقي استعداداته لمباراة نهار السبت اللي باش يواجه فيها مستقبل سليمان في ملعب برادس لحساب الجولة السادسة ذهاب. المجموعة كانت رجعت للتدريبات في الحديقة ألف، الحديقة في البارك متاعنا نهار الثلاث اللي فات بعد راحة قصيرة بعد مباراة باهير دار الأثيوبي، وباش يدخلوا في تربص مغلق في مدينة الحمامات حتى نهار السبت وين يتنقلوا مباشرة لسليمان. المباراة هذه باش تشهد غياب متوسط الميدان شهاب اللاعبيدي بعد عقوبة الرابطة اثر احداث مباراه الملعب التونسي، وان كان تم اقصاؤه او بالتالي معاقبته ب3 مباريات و5000 دينار اختيه اضافه الى 150 دينار لصالح صندوق الروح الرياضيه من اجل الاعتداء على لاعب منافس في الملعب التونسي. خبر اخر يهم المره هذه المنتدب الجديد فيدريكو بيكورو واللي تلقى دعوه من قبل منتخبه منتخب بلاده منتخب غينيا الاستوائيه للمشاركه في مباراه اللي باش تجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو. حاليا اللاعب موجود في تدريبات النادي الافريقي وفما امكانيه انه يكون على قائمه مباراه سليمان، ولو ان الامكانيه هذه ضعيفه شويه او يكون في احسن الاوضاع يكون على بنك البدلاء، والسبب الوحيد هو انه التحاقه بالمجموعه كان متاخر شويه ومازال ما عملش الاستعدادات الكامله باش يكون حاضر لخوض المباريات. قبل ما نكمل حلقتنا نذكر كل متابعينا بالوسائل اللي نحطوها على ذمتكم باش تتابعوا كل ما يهم النادي الافريقي، واولها قناتنا على اليوتيوب ريكاب سيا واللي تلقاو فيها تصريحات تسجيلات اهداف وزاد نقل مباشر لبعض المباريات. لهذا ما تنسوش تشتركوا في القناه مجانا، واذا كان تحبوا خدمات خاصه دونك خدمات بيرسوناليزي يمكنكم تشغيل الخدمه بالبوتون روجواندر اللي تحت لي فيديو، وبعد عندكم 3 عروض دونك ثم عرض بازيك اللي هو فيه بريوريتي في لي ريبونس على لي كومونتير نتاعكم، وثم تشات ديريكت مع لي ممبر. دونك ثم العرض الثاني في اكثر ديزافونتاج، ثم دي ديديكاس تشات اون ديريكت ريزيرفي لي ممبر كهو، ثم اكسي اون افون بروميير دونك كي تبدا ثم دي فيديو ولا مباريات تكون عندكم الاولويه في الدخول لها، وثم العرض الثالث اللي هو كومبلي في ايشانج معناها مع لي ريزو سوسيو في فيديو اكسكلوزيف توصل لكم بريوريتي زاد في لي ريبونس على لي كومونتير نتاعكم، وثم ان اكسي اون افون بريمير لكل المباريات والفيديوهات الكل تهم كل سيكسيون تاع النادي الافريقي. هذا بطبيعه للموقع الرسمي كلوبيست.net وتنجموا تتابعوا كل اخبار تاع لي سيكسيون الكل. دونك تدخلوا تكليكوا على لي زونغلي تاع لي سيكسيون اللي حاجتكم بها، كل اخبار موجوده من برامج مباريات ترتيب كل الاخبار المترقبه بكل الاختصاصات، وبطبيعه تنجموا تتابعوا اول باول كل الاخبار للصفحه الرسميه على الفيسبوك. شكرا على المتابعه، ان شاء الله نتقابلوا في حلقه قادمه، الى اللقاء.